في مفاجأة كبيرة النهاردة في قائمة الأهلي قدام الداخلية. ماتش الساعة 7 بالليل، وماتش مهم جدا جدا للأهلي إن حب يكمل منافسة على الدوري. وفي مفاجأة كبيرة امبارح في ماتش الزمالك وفاركو اللي انتهى 1-1. المفاجأة النهاردة وجود كريستو، محمد الضو كريستو في القائمة. شكله نفسه نسيناه. انا فاكر كان شعره شوية يجيبه على جنب كده شوية وتلاقيه نازل على قرطه، حاجة كده يعني، حاجة كده في الوقت اللي كل الكلام، او قبل نهاية الموسم او في اخر شهرين في الموسم، كل الكلام ان كريستو اول الراحلين في النادي الاهلي، وانه هيعدي المرحلة السنية بتاعته وهيدخل ضمن المحترفين الكبار، بينضم لقائمة مباراة الداخلية. بل ان الجمهور بيتكلم على فكرة ان نفسهم ان هو يلعب اساسي. ردود فعل الناس يعني على السوشيال، يعني لما كريستو انضم للقائمة، وطب اديله حتى ربع فرصة طاهر. يعني شوف انت بتدي لطاهر فرص ايه، احسبهم واقسم على 4 واديله الربع بس، وشوف الكريستو ممكن يعمل ايه لما ياخد ربع الفرصة دي. هنشوف. النهاردة قال لك طب يا رب يبدأ المباراة او حتى يبدأ في الدقيقة 60، وناس كانت بتقول لك بس احنا عارفين كولر هينزله في الدقيقة 84 ويلعب له 7-8 دقايق يلمس فيها الكورة مرة ولا مرتين ويقول لك ما يستحقش الفرصة. ناس كاتبة كده وناس كاتبة كده. امبارح الزمالك اتعادل مع فاركو. تعادل امبارح، ماتش دمه تقيل، وماتش يعني على المستوى الفني مش تحت المتوسط، ده تحت الارض. والراجل نفسه مدرب الزمالك جوميز قال لك ده ما فيش اي دافع من الدوافع اللي ممكن تحطها جوه اللعيبه عشان تكسب من الماتش نهائي. اللعيبه بتلعب يعني زي ما تقول كده، ويقول تحصيل حاصل. عارف لما تروح شغلك تحصيل حاصل، المدير يقول لك خلاص اعمل حسابك انت اول الشهر مش معانا، والنهارده يوم 20، هتروح تعمل ايه؟ هتأخ على المكتب تنام. فبرضه ده اللي بيقوله جوميز، مفيش دوافع نهائيا. طب هي مشكله مين ان مفيش دوافع؟ يعني مفترض هو كمدرب يصنع الدوافع. وهو عايز يقول كمان انه يعني فقدنا المنافسه وبالانسحاب قدام الاهلي والثلاث نقط اللي هنخسرهم. واحد كاتب في الكومنتات في التعليق بيقول لك ما تنساش يا جوميز ان الزمالك لسه قدامه 3 نقط ويضمن البقاء في الدوري. يعني بيقول له خد بالك، انت قاعد تقول يعني بتقول تصريحات غريبه. انا بقى افكرك، وعايز يقول كده اللي كاتب ده زملكاوي جدا، كاتب يقول كده، عايز افكرك ان الزمالك تاسع الدوري. ده في اكبر دافع انك ما يليقش ولا يصح بيك تبقى ايه؟ تبقى تاسع الدوري. السلام عليكم. للأسف الدوافع مش موجودة. الكلمة دي لخصت كل حاجة بحال الزمالك منذ القرار الشهير بالانسحاب من مباريات الدوري، واكتشفنا ان هو كان انسحاب من مباريات الاهلي فقط. بالفعل القرار دهوت اثر على اللعيبة بشكل معنوي كبير جدا، واثر على الجماهير كمان، لان نادي الزمالك قرر في لحظة عنترية ان الدوري مش عاجبه والتأجيلات والمباريات والنظام، ويمكن يكون في جزء من كلامه عنده حق فيها. لكن انت اخدت قرار معين، لازم تكون دارس القرار ده وعارف عواقبه ايه بالظبط على فريقك، على جماهيرك، على وضعك كنادي. المفروض ان انت كنت بتنافس على الدوري قبل كده في السنوات السابقة، لكن حتى لو كنت فقدت فرصة المنافسة او شايف ان هي ضعيفة، هل ده ما يديكش دوافع ان انت تلعب مباريات جيدة تحسن من مركزك؟ هل لاعيبة نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك راضيين على مركزهم في المركز التاسع في الدوري؟ ما أظنش أبدا. أنا أذكر إن في أواخر التسعينات أو في أوائل التسعينات على ما أعتقد، كان في مدرب بيدرب النادي الأهلي اسمه مايكل إيفرت، وكان الأهلي بيعيش فترة سيئة جدا جدا لدرجة إن النادي الأهلي في الدور الأول كان مفنش في المركز ال11. وبعدين جابوا الكابتن أنور سلامة مديرا فنيا للنادي الاهلي في الدور الثاني.
طبعا هتقول لي في المركز ال 12 بعيد جدا عن المنافسه. انا عايز اقول لك ان الاهلي فنش الدوري في الموسم ده في المركز الثاني، وكان ممكن بمباريات بسيطه من اللي خسرها في الدور الاول كان ممكن ياخد الدوري كمان. اللي انا عايز اوصله لك ان مش معنى ان انت ما عندكش فرصه او فرصتك صعبه، انت رسميا لحد دلوقتي الزمالك مش خارج المنافسه، رسميا بالنقط ما هوش خارج المنافسه. ليه؟ هو عنده دلوقتي 38 نقطه، عنده 23 مباراه، متخلف مباراتين عن الاهلي وفارق عن الاهلي دلوقتي عنده كام؟ عنده 51 نقطه، في 11 نقطه او 12 نقطه 13 نقطه فرق بينه وبين الاهلي، بس هو طبعا زايد مباراتين على الاهلي. لكن في لسه بالنسبه للزمالك في 11 مباراه ب 33 نقطه، فرسميا الزمالك ما خرجش من المنافسه على بطوله الدوري، وان كان في الواقع بقى شيء شبه مستحيل. بس هل ده ما يديهمش دوافع انهم يحسنوا مركزهم في بطوله الدوري في المركز التاسع؟ هل دي امكانيات نادي الزمالك؟ تخيل لو الزمالك ما كانش خد الكونفدراليه هذا العام، هل ما كانش هيسعى حتى ان هو يشارك من ضمن الثلاثه الاوائل عشان يشارك في الكونفدراليه العام القادم الثالث او الرابع؟ لكن انت كده بتسوء سمعه نادي الزمالك بان انت بتفنش الدوري في مركز متاخر. يعني هو دلوقتي في التاسع، يعني الماتش الاسبوع اللي فات كان في الثامن، بقى في التاسع دلوقتي. فانت لما هتفقد نقاط فرق الثانيه هتكسب نقاط، وبالتالي هتتاخر مركز عن مركز. كمان اللعيبه في الملعب تحس ان هم ما عندهمش دوافع كده، وبيلعبوا اداء تجاريا وارتجاليا زي ما الكابتن محمد صلاح قال، وهتسمعوه في الفيديو اللي بعد ده، وقال ان اللعيبه ما عندهمش اي دوافع. فهل مجلس الاداره بالقرار اللي اخده بالانسحاب من مباراه الدوري وبعدين انسحب من مباراه الاهلي فقط وارجع بعد كده استكمل مباريات الدوري بمباراه سيراميكا كليوباترا، يا ترى هل الزمالك كده يعتبر خارج المنافسه لسنوات؟ انا ما بتكلمش على السنه دي. هل الزمالك ارتضى لنفسه ان هو يكون مشجع لبيراميدز فقط وتنازل عن كونه ان هو كان القطب الثاني من اقطاب الكره المصريه؟ كنا بنقول قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. دلوقتي ما اظنش حد يقدر يقول الكلام ده. ليه؟ لان الزمالك حاليا في كل الالعاب الجماعيه ليس في كره القدم فقط هو خارج المنافسه. خلينا نكون واضحين مع بعض وصريحين، الزمالك خارج المنافسه تقريبا في كل الالعاب الجماعيه، سواء كره قدم او طايره او سله. وشفنا حتى نهائي دوري السله ما كانش فيه الزمالك، كان بين الاهلي والاتحاد، وطبعا بنبارك لنادي الاتحاد على فوزه بدوري السله. اللي عايز اوصله لك ان حتى اللعيبه وصل لها الاحساس بان الدوري مش مهم والمباريات مش مهمه. فهل ده دافع ليهم؟ الكلام ده كله جه نتيجه التخبط في قرارات مجلس اداره نادي الزمالك. المشكله ان معظم مشاكل نادي الزمالك بتيجي من الاداره حقيقي، رغم ان الزمالك فيه كفاءات من اللاعبين في كل الالعاب الجماعيه، لاعبين على مستوى عالي، لكن في فريق كره القدم مثلا في لاعبين جيدين جدا جدا ولاعبين مستواهم عالي جدا جدا، ولما بيلعبوا بيكون في اداء وشكل الفريق. لكن الحقيقه ان مشاكل الزمالك كلها طول عمرها مشاكل اداريه. يعني بنلاقي ناس في مجلس الاداره ليسوا على مستوى المسؤوليه، لا في القرارات ولا في التصريحات ولا في اي ناحيه اداريه بتخص اداره العاب في نادي الزمالك. ومن امثله الكلام ده شفنا تصريحات غير مسؤوله لاحمد سليمان، اللي بالمناسبه الاتحاد الافريقي هيفرض عليه عقوبه بسبب التصرف الغير مسؤول اللي عمله في مباراه نهائي الكونفدراليه لما اخذ الكاس ولوح بين الجماهير من البنت اللي كانت حملاه قبل مراسم تسليم الكاس رسميا لنادي الزمالك. كمان شفنا عوينه من مجلس الاداره زي واحد زي مثلا محمد طارق اللي طلع يقول ان احنا بندعم بيراميدز للمنافسه على بطوله الدوري، وطبعا ما بيتكلمش على مشاكل ناديه اللي هو مشاكل نادي الزمالك الاساسيه. فدي عينه من عينات ان اشخاص اللي بيحكموا نادي الزمالك او في مجلس اداره نادي الزمالك. السؤال هنا بقى، هل هي دي بتختلف عن مجلس مرتضى منصور؟ هل في اختلاف في المجلس الحالي عن مجلس مرتضى منصور؟ هل في فايده خالص نهائي؟ يمكن مجلس مرتضى منصور الناس بتحملهم مشاكل الديون والمشاكل اللي كان بيقع فيها والدخول في مشاكل مع انديه اخرى، لكن هل المجلس الحالي افضل حالا؟ ما اظنش ان المجلس الحالي ابدا
افضل حالا من مجلس مرتضى منصور.